لكل من يصوم ولا يصلي. أركان الإيمان شهادة أن لا، ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، واضح، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. إذا أنت الركن الثاني أضعت، فلا تفتخر بالركن الرابع، واضح. الذي ضيع الركن الثاني الذي يقوم عليه الإسلام ويأتي بركن الرابع لم يأتي بالإسلام. نحن نقول لعل صيامه سينفعه وينهاه ويصلي، لا نريد أن نحجر واسعا. بمعنى آخر، تجد الناس مثلا رجل يصوم ولا يصلي، يقول جوع كلاب، أعزكم الله، يصدم الرجل، صائم الرجال ويحاول أن يسعى، ثم يأتي رجل ترى أنت صيامك جوع كلاب. لا تقنع نفسك، لن يقبل الله منك. لا، دعه، صيامه بإذن الله سيهديه للخير، اصبر عليه، طالما أنه صام فيه بذرة خير، طالما أنه صام بذرة خير. لا تحاول أن تقصي الناس. نحن نريد أن نتعلم سياسة الاحتواء، أن نحتوي الناس. الآن هذا صائم لكنه لا يصلي، أسأل الله أن يهديه للصلاة، هو جاء بالركن الرابع للإسلام، لكن نستطيع بإذن الله بخلقنا أن يصلي. أما لما يأتيك رجل والله يصوم ولا يصلي، ترى جوع كلاب، بالله زين جوع كلاب، خلنا نفطر مع إحنا والكلاب واحد، خلاص ما نريد أن نصوم. ما استفدت أنت ما استفدت، أنت نفرته عن الدين. وصدق عليه الصلاة والسلام حينما قال إن منكم منفرون، صدق عليه الصلاة والسلام حينما قال إن منكم منفرون، يصوم ولا يصلي. نعلم أن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، حديث صحيح. فهذا عهد بيننا وبين الإسلام، نعلم هذا، واضح. وبين الرجل أو الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك أو الكفر ماذا؟ ترك الصلاة، نعلم هذا الكلام. لكن في النهاية رجل يصوم فيه خير، لا نقول حكمك أنت الشيخ قال اللي يصلي وما يصوم ترى صيامه ما منه فائدة، خلاص أنت لأنك لا تصلي خلاص لا تصوم، ما استفدت أنت. صيامه بينه وبين ربه، قال الله عز وجل شانه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لكن الصلاة أثقل للعلم، ترى رغم أن الصيام جوع وعطش، لكن لماذا أثقل؟ أعيد، الآن لو جئنا لميزان الطاعة، اسمعني بالله العظيم تسمعني، الآن لو جئنا لميزان الطاعة، عندنا صلاة وعندنا صيام، أسألك بالله ظاهريا من أثقل؟ ظاهريا يعني لو قلنا لك صلي ما تكلفك شيء، الظهر الفجر 5 دقائق، الظهر 5 دقائق، العصر 5، يعني 25 دقيقة، نصف ساعة صلاة، أنت تصلي ساعة لله رب العالمين، اتفقنا؟ رمضان قل 17 ساعة، أسألك بالله من أكثر؟ تقول لا والله رمضان مشق، لا شراب ولا مياه ولا طعام ولا شيء ولا أي شيء، لا والله الصيام أثقل. لكن لماذا تجد الرجل يصوم ولا يصلي؟ هل سألت نفسك لماذا تجد الرجل يصوم ولا يصلي رغم أن الصيام ظاهريا أثقل؟ لأن الله عز وجل شانه قال واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم لما ذكر الصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا يقوى على الصلاة إلا خاشع، أما الصيام يقوى عليه البر والفاجر، أما الصلاة فلا يقوى عليه إلا خاشع. لهذا تجد الرجل يصوم ولا يصلي لأنه ليس خاشع. ولو خشع لله عز وجل شانه وعلم ما معنى الخشية لأتى بالصلاة قبل الصيام. لهذا أنا أتعجب يأتي بالركن الرابع ويترك الركن الثاني. أين العقول؟ أين العقول؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم توفيقا.